واش عمرك تخيلتي باللي الشيطان يقدر يسكن في بيت الله؟ باللي الشخص اللي كتحط فيه ثقتك وتدخل لدارو بنيه باش يقرا عليك القران هو بيدو اللي غيحفر قبرك تحت السجاده اللي غتصلي فوق منها. حنا دابا في قلب مدينه الدار البيضاء، بالضبط في حي الفرح، الزنقه عامره والناس كيتسابقوا باش يسلموا على الفقيه، الراجل بالوقار الكبير، اللحيه بيضاء والسبحه ديما في يديه. الناس كيعتبروه البركه اللي نزلت عليهم من السماء، ولكن تحت داك القفطان والنقاء كاين سر كيخلي المغرب كامل يحبس انفاسه لشهور. اليوم غنكشفوا الستار على ابشع استغلال للدين في التاريخ الاجرام المغربي، كيفاش تحول بيت الرقيه لمقبره جماعيه صامته، وعلاش هاد الفقيه كان يقتل غير العيالات اللي لابسه الذهب. ركز معايا مزيان قبل ما نبداو. نطلب منك طلب واحد، اذا كنت كتثيق في المظاهر هاد الفيديو غيغير ليك النظره تاعك للحياه للابد. باش نفهموا هاد الشخص خاصنا نرجعوا شويه للور. محمد المحتير في ديك الوقيته بدايه الالفينات، كان في الاواخر الخمسينات من عمره، ما كانش انسان طارئ على الدار البيضاء، بل كان ولد المنطقه ومعروف فيها. قبل ما يولي فقيه مشهور، محمد كان كيدير اعمال بسيطه، خدم في التجاره وخدم عشاب بالفطره، ولكن الذكاء ديالو خلاه يلاحظ بلي الناس خصوصا العيالات عندهم تعطش كبير اللي يحل لهم مشاكلهم الروحيه. محمد المحسير ما كانش مزوج، كان كيعيش بوحدو في ديك الدار اللي غتولي من بعد مسرح الجريمه. هاد العزوبيه كانت كتعطيه واحد النوع من القدسيه في العينين الناس، كيصحاب ليهم راه زاهد في الدنيا وفي العيالات وفرغ حياته غير العباده والرقيه. كان كيبان انسان وقور، ديما لابس مزيان، ريحته ديما فيها المسك، وكلامه موزون. هاد الصوره هي اللي خلاته يبني امبراطوريه ديال الثقه في حي الفرح. سؤال اللي حير كاع الناس، علاش الراجل في هاد السن وبهاد السمعة يولي سفاح؟ الجواب هو الجشع المرضي. محمد المحتير ما كانش كيرضي بالبركة قليلة اللي كيعطيوه الناس مقابل رقية 20 درهم أو 50 درهم. كان كيشوف العيالات اللي كيجيو عنده ماشي كمرضى محتاجين للمساعدة، بل كخزائن متنقلة. كان كيركز بزاف على العيالات اللي كيبان عليهم الثراء، أو اللي لابسين الذهب، دبالج، سناسل ولا خواتم. هذا هوس بالذهب خلاه يحول بيت الرقية مصيادة بالمليمتر، كيشوف شكون اللي عندها المشاكل العائلية وشكون اللي إلا غبرات حتى واحد ما غيشك فيه ولا غيشك باللي كانت عنده. كان كيستغل السرية اللي كتحيط بالجلسات الرقية، حيت بزاف ديال العيالات كيجيو عنده بلا ما يقولوها رجالتهم بطبيعة الحال. كيفاش بدات الجريمة الأولى؟ الجريمة في عقل محمد المحتير بدات كفكرة بسيطة، علاش ما ناخدش هاد الذهب كله في دقة واحدة. كان كيطلب من الضحية تغمض عينيها وتسترخي تماما، وكيقول ليها جملة مشهورة: باش تنجح الرقية خاص الروح ديالك تسلم الأمر الواقع وما تحليش عينيك مهما وقع. الضحية مسكينة كدير نية وتغمض عينيها وهي كتسمع ترتيل القرآن بصوته الهادئ، وفي ديك اللحظة اللي هي قريبة فيها من الخشوع كينقض عليها. ما كانش كيستعمل السلاح الأبيض، كان كيستعمل الخنق. الخنق بالمنديل أو بيديه بكل قوة. هو مازال كيرتل القرآن باش يغطي عليه أي صوت ديال النهيج أو الصراع. ملي الضحية كتفارق الحياة كيبدا يجر الذهب من الجثة ديالها بالبرودة الدم، ومن تما بدات المرحلة اللي صدمات البوليس: الحفر، القبر وسط البيت، وصب السيمة، وإعادة الزليج وكأنه شيء لم يكن لسنوات. هذا الراجل كان كينعس ويصلي ويستقبل الناس فوق القبور ديال الضحايا اللي خنقهم بيدو. الجثث بدات كتراكم تحت الزليج، وريحة الموت بدات كتنافس ريحة البخور اللي هو في حي الفرح. كيفاش غيطيح هاد الفقيه
وشنو هي الغلطة الصغيرة اللي غتخلي المحققين يكتشفوا المقبرة الجماعية اللي بناها الشيطان بيدو. هاد الشيء اللي غنشوفوه دابا. واش عمرك تخيلتي بلي مدينة الدار البيضاء بالزحام ديالها والبوليس ديالها وعيونها اللي ما تنامش تقدر تغبر فيها مرا ورا مرا بلا ما يخليو وراهم حتى اثر؟ في سنة 2002 حي الفرح ما بقاش هو داك الحي الهادئ، واحد الرعب الصامت بدا كينتشر بحال النار في الهشيم. العيالات كيخرجوا من ديورهم كيقولوا حنا راجعين وما كيرجعوش للابد. البوليس في كازا وقفوا حايرين، واش هذه شبكه ديال الاختطاف ولا لعنه صابت الحي؟ ركز معايا في هذا الجزء حيت غتشوف كيفاش محمد المحسن كان كينصب السيرك ديالو وكيفاش قدر يسكت العائله الضحايا والجيران بكلمه واحده: تسليم. طلب تسليم. البدايه كانت مع الزهره، السيده في الخمسينات معروفه بالرزانه ديالها. خرجت من دارها وهي لابسه ذهبها كامل وقالت لولادها غادي عند الفقيه محمد يقرا عليا شويه. الزهره ما رجعات من وراها اسابيع. غبرات السيده الثانيه ومن بعد الثالثه حتى وصل لعدد 4 ديال العيالات. القاسم المشترك بيناتهم كلهم لابسه الذهب وكلهم كان عندهم موعد مع الرقيه. العائلات بدات كتقلب والبوليس بداو كيسجلوا البلاغات ملي كيمشيو عند الفقيه المحتير. كان كيتعامل معاهم بواحد البروده كتشوك الحب. كان كيقول لهم ايه الوالده ديالكم كانت عندي، قرات عليها وخرجات، يمكن مشات تزور شي ضريح او يمكن السحر اللي فيها هو اللي غبرها. كان كيستعمل كلمه السحر باش يخلي العائلات يدخلوا في دوامه ديال الشك ويبعدوا عليه الشبهه. محمد المحتير ما كانش غير كيقتل، كان استاذ في التنويم المغناطيس بالكلام. ملي شي جار كيبدا يشك او يسول على ديك الريحه اللي خارجه من الدار كان الفقيه كيسكتو بطريقه شيطانيه. كان كيقول لهم هذيك الريحه البخور ديال الملوك الجن، راه خدام على حالات صعيبه وداك الشيء كيدير الريحه. والاخطر من هذا الشيء هو انه كان كيمشي لعائله الضحايا وكيبدا يدعي معاهم، كيجلس معاهم كيبكي معاهم، كيقول لهم راني درت كشف روحاني وبان ليا بلي المختفيه راه حيه ومزيانه، غير صبروا. هذا امل كاذب هو اللي خلى العائلات يتاخروا في الضغط على البوليس حيت الفقيه قال لهم غترجع. لكن المحققين في الدار البيضاء ما كانوش ساهلين. واحد المحقق لاحظ الحاجة غريبة، كاع البلاغات ديال الاختفاء كيربطها خيط واحد وهو حي الفرح. البوليس بدا كيدير تحريات سرية، بداو كيراقبوا شكون كيدخل وشكون كيخرج من زنقة الفقيه. لاحظوا بلي الفقيه كيدخل الخناشي ديال السيما والرملة في نص الليل. علاش الراجل بوحدو كيبني ويصلح كل سيمانة؟ المفاجأة الكبيرة كانت بلي البوليس لقاو واحد البسطام ديال واحد المختفية طايحة قريب من الدار. وملي سولو البياع الذهب في كازا، واحد يبيع المجوهرات، اعترف باللي كاين واحد الراجل بصفات الفقيه كيجيب ليه الذهب يبيعو ليه بلا اوراق. هنا المحققين عرفوا باللي هذا الولي الصالح وراه سر دموي وقرروا يداهموا الدار، ولكن اللي غيلقاو لداخل ما كانش كيتخيل. حتى اكبر مخرج ديال افلام الرعب. البوليس دقوا الباب والفقيه حل ليهم ابتسامه صفراء: تفضلوا يا ولادي، دار الله هادي. ملي دخلوا الريحه كانت كتخنق وزليت في واحد البيت كان كيبان عاد تخدم. شنو وقع؟ ملي امر المحققين بحفر ديك الدار وديك الارض وكيفاش كانت الملامح محمد وهو كيشوف قبر كيتفتح قدام عينيه. هادشي اللي غنشوفوه دابا. المحقق سول الفقيه شنو هاد الاصلاحات؟ الفقيه جاوب بلا ما يرمش عينيه: غير القوات تخنقوا وخرجات ريحه واضطريت نحفر ونصلحهم. هنا المحقق امر رجال الوقايه المدنيه اللي كانوا معاهم باش يبداو يحفروا في داك القنت بالضبط. وفي اول ضربه ديال الباله بدات كتطلع ريحه خانزه بزاف، ريحه ما يمكنش تكون ديال المجاري مخنوقه. الفقيه بدا جالس في القنت كيدور في الصفحه ديالو وكانه يتفرج في فيلم. حفروا متر وفجاه واحد من الدراري ديال الوقايه المدنيه غوت، والصدمه كاع اللي واقفين: كاين توب هنا.
نزلوا كيكملوا الحفر ديالهم، وبدات الكارثه كتبان. اول جثه كانت المراه مدفونه بدم بارد ومغطيه بطبقه رقيقه ديال السيما باش تكتم الريحه. المحققين ما وقفوش هنا، كملوا الحفر في جوانب البيت ولقاو جثه الثانيه والثالثه حتى وصلوا الرابعه ديال الجثث. كلهم عيالات وكلهم مدفونين في وضعيات كيبان فيها باللي تقتلوا من اجل النفس الاخير. الحي كامل تقلب. الجيران اللي كانوا كيبوسوا ليه يديه بداو كيغوتوا كيطلبوا باقصى العقوبات. البوليس لقاو في قنت اخر مخبي وسط الحيط الذهب والكسوه ديال الضحايا. الفقيه في ديك اللحظه ما بقاش كيضحك، الملامح ديالو تبدلات ولات نظره شيطانيه. المحقق قاد ليه المينوض وقال ليه سالينا السي الفقيه، دابا غادي تعاود لينا كلش كيفاش قتلتي هاد الناس وانتينا كتقرا عليهم القران. هنا بدات الرحله اخرى في الكوميساريه، الرحله غنكتشفوا فيها السيكولوجيه. مجرم ما كانش كيرحم حتى اللي كيطلبوا منه الشفاء. ملي بداو المحققين كينبشوا في السيستم اللي كان خدام به الفقيه، اكتشفوا باللي ما كانش كيتسنى الضحايا يجيو عنده غير بالصدفه، بل كان كيمارس عليهم واحد النوع من استراتيجيه ذكي. الفقيه كان كيقضي وقت طويل في الزناقي ديال الحي الفرح، كيجلس في قهوه وكيدوي مع العيالات كبار في الحي. كان كيدير راسو ودنيه مغطيه، كيسمع المشاكل ديال هادي والهموم ديال هاديك، ومن تما كيبدا يفرز الفرايز ديالو. كان كيركز على العيالات اللي كيبان عليهم الهبال ديال الذهب والنيه الزايده، كيبدا يجر معاهم الهضره. يا لالا وجهك كيبان لي فيه واحد الصفوريه، واش مريضه السيده مسكينه؟ كتبدا تعاود ليه، هو كيكمل ليها هذاك راه ماشي مرض عضوي، هذاك راه سحر قديم ولازمك الرقيه باش يتفك هذا العكس. ومن تما كيعطيها الموعد في دارو، كيأكد عليها باللي الرقيه خاصها تكون بالسر وما تقوليها لحد، حيت الجن اللي فيك غيعرف وغيهرب وما غيتحرقش. واحد النهار تعرف على واحد من الضحايا غير في الزنقه وهي لابسه الدبالج غلاض، بدا كيمدح فيها في وقارها وجرها الهضره حتى قنعها باللي دارها فيها المانع. العيالات كانوا كيتيقوا فيه لدرجه اعمى حيت كيشوفوه فقيه وما يمكنش يكذب. ملي كيجيو لدارو ما كانش كيدخلهم البيت الرقيه من الدقه الاولى، كان كيجلسهم كيعطيهم اتاي، كيبني معاهم الثقه وكيسولهم اسئله شخصيه باش يعرف واش كاين اللي متبع معاهم ولا لا. ملي كيتاكد باللي السيده جايه خفيه وما عارفها حد، هنا كينقلها البيت الموتى. كان كيطلب منها تلبس كاع الذهب اللي عندها حيت الذهب كيجذب الجن العاشق، وهكا يقدر يحرقوا الضحيه بطموحها وفي الشفاء. كدير كاع داكشي اللي كيقول ليها. داخل البيت كان كيطلب منها تجلس فوق واحد السجاده اللي تحت منها كاينين ضحايا سابقين ويغمضوا عينيهم. وهنا كيبدا جزء البشع. الفقيه اعترف باللي كان كيوجد الخناق مصنوع من الثوب صحيح قبل ما تدخل الضحيه. ملي كتبدا الرقيه وصوت القران كيعمر البيت كينقض عليها من اللور، الضحيه ما كتلقاش فرصه تدافع على راسها حيت كيكون هو داهمها على غفله وهي في قمه الخشوع. المحققين سالوه علاش كنتي كتقتلهم وما كتكفيش غير بالسرقه؟ جاوب بواحد البروده، السرقه غتخليهم يبلغوا عليا والموت غتخليهم يسكتوا للابد ويدفنوا السر معايا. الفقيه كان كيقدر يحيد الخواتم من يدين الضحيه وهي عاد ميته، وكان كيمسح دموعها بكل وقاحه قبل ما يبدا يحفر لها القبر اللي غيغبرها عن انضال سنوات. بهاد الهندسه الشيطانيه قدر يقتل 4 ديال العيالات بلا ما يشك فيه حتى واحد في داك الحي، حيت الكل كان كيشوف فيه الفقيه الدرويش اللي ما كيهز عينه في العيالات. هو في الحقيقه كان كيهز عينه غير في رقابهم في الذهب اللي محزمين به. ملي تسدات المحاضر التحقيق في الكوميساريه وتجمعات الادله الكامله من الذهب المسروق والجثث
مستخرجة والاعترافات صوت وصورة، تحول الفقيه للمحكمة لاستئناف الدار البيضاء. المحاكمة ما كانتش عادية، الحي كله انتقل قدام المحكمة، والعائلة الضحايا جاو هما هازين صور بناتهم والزوجات ديالهم اللي غدر بيهم الفقيه. دخل القاعة، الفقيه وقف في قفص بكل برودة، ملامح وجهه ما تبدلات، بقى مثبت بداك الوقار المزيف، ولابس جلباب نقي وكأنه جاي يحضر الوليمة ماشي المحكمة. ملي بدا القاضي كيواجهه بالحقائق وكيسولو خنتي الأمانة علاش خنتي الأمانة وقتلتي الناس، جاو كيطلبوا منك الشفاء. الفقيه بدا كيدور السبحة في يديه وجاوب بواحد الجملة جمدات، الدم في عروقه: أنا كنت غير سبب الموت والحياة بيد الله، وأنا غير ريحتهم من جنونهم. الدفاع حاول يلعب على ورقة الخلل العقلي، ولكن الخبرة الطبية أكدت باللي محمد المحتير بكامل القوة العقلية، وباللي هو مجرم سيكوباتي كيعرف مزيان شنو يدير، وباللي الدافع الطامع ديالو والبحث عن الذهب كان هو المحرك الأساسي لكل جرائمه. المحامي ديال الضحايا وقف وخاطب خطبة بكات القاعة، هضر فيها على الغدر وعلى كيفاش هاد الوحش استغل آيات الله باش يزهق أرواح البريئة. في سنة 2004 انطق الحكم التاريخي اللي كان كيتسناه المغرب كامل: الإهداء. ملي تنطق الحكم، القاعة تقلبات بالزغاريد ديال العائلة الضحايا اللي حسوا باللي أخيرا الروح ديال بناتهم غترتاح. والفقيه استقبل الحكم بصمت، ما بكى ما نهار، بقى كيشوف فراغ وكأنه جثة بلا روح. كانت مقبرة جماعية، بقات لسنوات مسدودة، والجيران كيدوزوا من حداها وهما كيتعودوا من الشيطان. الفقيه دخل للسجن ومات تما حسب بعض الروايات، وبقات القصة ديالو وصمت عار في التاريخ: الدجل والشعوذة. هذه كانت قصة الفقيه السفاح حي الفرح، قصة كتعطينا درس قاسي بلي المظاهر خداعة، وبلي اللحية والسبحة ماشي ديما دليل على بنادم صالح. الحذر يا إخواني، النية زينة ولكن الحذر واجب، خصوصا مع الناس كيبيعوا الوهم اسم الدين. كنتمنى هاد السلسلة تكون عجباتكم ونال رضاكم. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم حكايات ماد. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في حكايات جديدة من أرشيف جديد.